الرحاب مدينة الخيال، أطفال يعيشون عيشة الملوك. مدينتي مدينة الأحلام، أطفال يعيشون في رفاهية وبيئة صحية. الدويقة مأساة حقيقية وحياة بائسة يعيشها سكان الدويقة، تحديدا منطقة الشهبة. أهالي ينتظرون الموت في كل لحظة، وأطفال يعيشون في حضن الموت، يقضون الليل في ترقب شديد، ينامون وأعينهم ساهرة خوفا من تكرار كارثة الدويقة الأولى التي راح ضحيتها ما يقرب من 1,000,000 مواطن، ما بين أطفال ونساء وشيوخ. هربوا من قراهم في الصعيد والريف بحثا عن الرزق ولقمة العيش التي فقدوها في قراهم، ولم يجدوا بديلا عنها سوى الفقر والجوع والمرض. جاءوا إلى الدويقة ليجدوا الموت في أحضانهم على مرأى ومسمع من المسؤولين. تغيرت الحكومات والأنظمة والكارثة واحدة. إن جبنا فرخة بتاع نذبح فرخة من البيت، لكن صراحة ب 60 جنيه اللحمة ناكلها مع ناس صراحة. طب أنا أشتغل ب 60 جنيه كل يوم؟ ما بشتغلش ب 60 جنيه. يوم 60 و10 يعني يوم شغالين 10. والله ما يمكن، ما إحنا اللحمة دي ما بندقهاش. بياكلوا فراخ اللي يشلش الأجزاء واخدين منها الفليه وإحنا بناخدوا العظم. العظم اللي بيرمي لك. أيوه. والله اللي فات حصرونا الجنب اللي هو فيه الصخره مشروخه ومضوم، خدوه من اسمه مضوم على ان لو حصلت لهم حاجه غير هم غير مسؤولين. يعني المحافظه بتخلي مسؤوليتها بدري عشان لما تحصل كارثه احنا مضينا. يعني حصلت من الاسبوع اللي فات، كانوا جم شالوهم من الاسبوع اللي فات وطلع الكلام ولا له اي ومحدش استلم، والناس اللي قالوا عليهم واستلموا قاعدين مكانهم. حضرتك لو هتطلعي هتصوري الصخره مش شق رباني ولا شق الناس عاملاه؟ شق كده فوق. يا ماما المنطقه دي كلها صخور قطع، والكلام ده احنا قلناه من قبل كارثه الدويقه اللي من 4 سنين قلناها عليه عشان ننبه المسؤولين. هم بيقولوا لا، الناس اللي بتعمل
بيعملها. طب وانت طلعتي فوق؟ طلعنا فوق. طب تعالي من عندنا قريب وافرجك. تعالي. لا لا مش هطلعك. طلعنا فوق الجبل. لا تعالي. طلعت من ورا ممكن الجبال اللي ورا كلها ان شاء الله يعني تشوف الصخور هناك. لا ما احنا شفناها، احنا صورناها. لا اللي ورا كل اللي ورا خالص. انا كان عددنا بيني وبين حوالي 2 متر. وجيت بقول لهم طيب وانا وبسلمهم ورقي قال لك لا خليك انت على جنب. لا احنا مع والمسؤول راح سايقني كده ورايا، راح سايقني كده ورا. انا محصورين. هي حلفة المية هي كده مفتوحة، دي كده مفتوحة. والله لما تجينا المية نشرب 4 أيام نص ساعة وما بتشتغلش. بقى تشطيف وشوف على طول المية قاطعة دي. طبعا احنا هنا في منطقه الدويقه، تحديدا منطقه الشهبه. المكان زي ما انتم شايفين الصوره غنيه عن اي كلام ممكن نقوله. اطفال في حضن الناس، اسر هجرت قرى في اقصى الصعيد والريف بحثا عن الرزق، لم تجد مأوى لها سوى حضن الجبل. خطرت بحياتها وبعمرها، قالت لو عشنا هنعيش، لو متنا، لو ربنا كاتب لنا الموت هنموت. بس للاسف الحكومه مش سائله فيهم وسايباهم ما بين الصخور، حياتهم معرضه للخطر في اي وقت. اعتقد كلنا فاكرين مذبحه الدويقه، كارثه الدويقه اللي حصلت من 4 سنين لما راح ضحيتها اكثر من 1,000,000 مواطن، والحكومه لم تتحرك. تغيرت الانظمه والماساه واحده. نرجو نظره من المسؤولين. الاطفال والاسر هنا يعانون من الفقر والجوع والموت في انتظارهم. الوضع زي ما انتم شايفين، اطفال في العمر ده وبتلعب في وسط الصخور. طفل زي ده معرض للموت في اي لحظه ما بين لحظه والتانيه. يصحى كل يوم الصبح على صوت صخره ممكن تقع على بيوتهم، ومحدش بيتحرك. كل شيء لم يحدث.